احنا توا نحبوا نمروا ونسرعوا في وتيره عمل هذا الديوان. وهذاك علاش احنا ايام قليله فاتت عملنا اتفاقيه مع البنك التونسي للتضامن، واليوم مشكور البنك الوطني الفلاحي اللي انخرطت معانا في هذا التمشي. وانا نقول كان ما ينخرطش معانا البنك الوطني الفلاحي اما لشكون باش نخرطه. وذاك علاش احنا اليوم سعداء انه يكون بحذانا السيد الرئيس المدير العام، وانا نعتبر هذه ما لها الا خطوه من خطوات يلزمنا باش نفعلوهم مستقبلا. على خاطر احنا الهدف شنو هو؟ الهدف انه نوفروا خط تمويل باش ناقفوا مع الفلاحه الصغار. وهي الفلاحه نتاعنا الكل راهي فلاحه صغار، 85% من الفلاحه هما فلاحه صغار، هم من صغار المربين. وذاك علاش التمشي هذا هو تمشي سليم جدا، تمشي باش يعاون الفلاحه هذم. اولا باش يشجع اللي باع الحيوانات نتاعو، يقول والله بقيت باهي تو هو العلف موجود او فما دعم الدوله باش خلينا ناقفوا وخلينا نرجعوا القطيع نتاعنا. وثانيا الفلاح هذا كيف ياخذ العولة نتاعو على بكري بفلوس بقرض باش ياخوها من البنك الوطني الفلاحي او البنك التونسي للتضامن، ويخبي المخزون نتاعو وما يبقاش تحت رحمة المحتكرين اللي هما يلعبوا بالسوق كما يحبوا. وما إحداث الديوان الوطني للأعلاف إلا خطوة من خطوات باش الدولة تسيطر على قطاع الأعلاف. خاطر صراحة من غير المعقول أنه إحنا في تونس كما تو نزلوا أيامات ويجينا العيد الكبير وإحنا في مخاض، أو الناس عاد تبدأ تخدم كما تحب، أو 3 ملايين العلوش، أو 2 ملايين، أو 1.5، وهذا بالطبيعة وراه محتكرين اللي يحبوا يأجوا السوق بالطبيعة. معناها احنا ذي نحبوا نقفوه باش في السنوات القادمة هذا ما عادش باش يصير. خاطر كيف نوفروا الأعلاف باش يتوفر الحليب، باش يتوفر اللحم، والإشكال هذا ما عادش يكون مطروح بالصفة اللي هو مطروح بها في الوقت الحالي. وذاك علاش مرة أخرى شكرا جزيلا، ربي يبارك فيك. نحب نثمن برشا الدور اللي يقوم به السيد المدير العام للديوان الوطني للأعلاف سي رضا الحسومي، اللي باش يخلي الديوان يمر للسرعة القصوى باش نتعاملوا مع الوضع هذا في أقرب وقت، على خاطر عنصر الوقت في غاية من الأهمية. وبالتالي احنا يلزم الوقت هذا نستغلوه على أحسن ما يمكن. إن شاء الله بالتوفيق للديوان، بالتوفيق للبنك الوطني الفلاحي، بالتوفيق لديوان تربية الماشية نفس الشيء. خاطر احنا اليد في اليد مع بعضنا الناس الكل، وما الاتفاقية هذه إلا تدخل في الإطار هذا باش هياكل الدولة اليد في اليد مع بعضنا نسيطروا على الوضع. وبالتالي أهم نقطة أنه نعيدوا القطاع وندعموه ونرجعوه خير من اللي كان. مواصلة المجهودات اللي صارت مع البنك التونسي للتضامن في إطار إحداث خط تمويل اللي تم إنجازه، والاتفاقية اللي أنجزت ما بين الثلاث أطراف. اليوم يتم إمضاء اتفاقية ثلاثية ما بين البنك الوطني الفلاحي، ديوان الوطني للأعلاف، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. إن شاء الله الاتفاقية هذه تزيد تعزز فهمتني الاعتمادات اللي تم وضعها لاقتناء الأعلاف للمربين. هذا إن شاء الله يعزز صمود المربين، يوفر أعلاف فهمتني خشنة للقطيع إن شاء الله بالكميات المستوجبة، وكذلك فهمتني يعزز تواجد الأعلاف هذه لدى المربين على طيلة السنة. اليوم وقع معناها إمضاء اتفاقية ثلاثية بين البنك الوطني الفلاحي، ديوان الوطني للأعلاف، وديوان تربية الماشية. تم بمقتضاها رصد 30 مليون دينار كتمويل للقطاع الأعلاف،
إن شاء الله باش تكون الاتفاقية هذه مبادرة خير للفلاحين، باش إن شاء الله نزيدوا ندعموا القطاع تربية الماشية، وإن شاء الله تكون هذه الاتفاقية مباركة على القطاع الفلاحي وعلى بلادنا إن شاء الله. مرة أخرى البنك الوطني الفلاحي حب يشارك مجهود الديوان الوطني للأعلاف بعد بنك التضامن، خاصنا خط تمويلي لاقتناء الأعلاف الخشنة للمربين بقيمة 30 مليون دينار. إن شاء الله يستغلوه المربين باش يقتنيوا حاجيتهم الأعلاف الخشنة، وخاصة احنا تو في ذروة الإنتاج، وهكاك يرفع الضغط على أرواحهم ويتجنبوا شراء الأعلاف في الفترات الحرجة. وإن شاء الله قطاع تربية الماشية يتحسن، وتشاهدوا بعض المؤشرات حول خاصة رخص الأعلاف وممكن حتى على المنتوجات الحيوانية خلال الفترة القادمة، وهكاك نكونوا قد عالجنا القطاع بصورة تدريجية، وإن شاء الله من خلال الفترة القادمة تلاحظوا الجدوى متاع التدخلات هذه. وشكرا.